في الفيديو ده هنعلمكم ازاي تجيبوا عناوين جذابة للفيديو بتاعكم بطريقة سهلة وبالذكاء الاصطناعي. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هندخل على شات جي بي جي. تمام، طبعا كلكم عارفين غني عن التعريف. تمام، وهنجي على البحث هنا هنكتب له ايه عايزين. لازم يا جماعة تكتبوا الكلام ده بالتفاصيل عشان يظهر لكم عناوين تكون جذابة وتكون تشد المتابع. تمام، هنكتب له عايزين ايه، عنوان مناسب لفكرة فيديو عن، مثلا انا هنتكلم عن قلة المشاهدات. مثلا قلة المشاهدات، طبعا يا جماعة في الوقت ده الفيديو ده هينزل هتلاقي فيه فيديو قبليه في القناة، روحوا شوفوه بيتكلم عن قلة المشاهدات، هيفيدكم جدا. تمام، بعد كده هنكتب له ايه، يكون جذاب. تمام، ونبعت. تمام، زي ما انتم شايفين عايزين عنوان مناسب لفكرة فيديو عن قلة المشاهدات يكون جذاب. بيقول لي هنا ايه، ادي عناوين قوية ليه فيديوهاتك مش بتتشاف السبب الحقيقي. وفي واحد تاني شوف يعني مديك كام، ادي 10 عناوين. تمام، زي ما انتم شايفين ادي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. 10 عناوين احسن من بعض. طبعا يا جماعة لو عوزتوا اي حاجة تعدلوه بتكتبوا هنا تعدلوا اي عنوان. تمام، مثلا انا عجبني مثلا بتاع 2 مثلا، بيقول لك سر قلة المشاهدات اللي محدش بيقول لك عليها. لو جينا مثلا هنا كده وعملنا كده ودوسنا كلمة نسخ، النسخ دي يا جماعة هتعملوا ايه بعد كده، تحطوه في البحث هنا وتعملوا له كده، نكتب له ايه، عدل عليه شوية. تمام، ونبعت له. تمام، كده عدل عليه شوية. سر قل المشاهدات اللي الناس كتير مش واخدة باله منها. بصوا الفرق انتوا، كان الاول سر قلة المشاهدات اللي محدش بيقول لك عليها، دلوقتي بقى ازاي سر قلة المشاهدات اللي الناس كتير مش واخدة بالها منها. طبعا بيجي 100. وهو بيقول لك لو حابب بديل بنفس الهدوء سبب قلة المشاهدات اللي القليل اللي بيتكلم عنها، والحقيقة البسيطة ورا قلة المشاهدات، يعني بيديك عناوين جذابة ومحترمة وبرضه بتكون قصيرة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، بإذن الله هيعجبكم. مع السلامة حبايب قلبي، سلام.